طلعت من الدار ازاي؟ ومين سمح لك تخرج؟ طب يا ابني هتسيبني واقف على الباب كده عشان تقول لي لا يا بابا، اتفضل 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 يا بابا. عمر، مين اللي كان بيخبط؟ ايه ده؟ عمو؟ ازاي حضرتك؟ انت ايه اللي خرجك من الدار؟ طيب تحب اعمل لك حاجه تشربها ولا حضرتك ماشي على طول؟ لا يا بنتي انا مش جاي اتضايق. اصل انا وعمر كنا خارجين. بابا معلش، هو انت جيت ليه؟ اقصد في حاجه مضايقاك في الدار؟ يا ابني انا مش مستريح هناك، الناس اللي هناك بيعاملوني وحش. مش يا بابا، بعد اذنك. ايه اللي جابه ده؟ ايه في يعني ايه اللي بتخش بعد الصوت؟ ده ايه اللي جابه ده؟ يعني ايه اللي جابه؟ هقول له يمشي؟ بيقولك مش مرتاح في الدار. طب هو مش مرتاح في الدار، يعني انا هعمل ايه؟ يعني هتجيبه يعيش معانا بقية حياته؟ بس توطي صوتك عشان ما يسمعناش. انا هطلع دلوقتي واقول له نشوف دار تانية يكون مرتاح فيها. طب اتفضل. فين الشنطة؟ بابا مشي؟ عاجبك كده؟ اهو بابا مشي. هيكون راح فين يعني؟ اكيد رجع الدار تاني. معرفش راح فين، بس انا هروح اشوفه. يلا عشان نروح مشوارنا. مشوارنا؟ بعد كل اللي حصل ده ولسه عايزه تخرجي؟ دي عيشه هتقرف. اوه. مين؟ رقم. الو؟ ايوه انا. ايه؟ مستشفى ايه؟ طيب انا جاي حالا. مع السلامة. في ايه مالك؟ بابا مالك؟ محبوس في المستشفى بأزمة قلبية. هقوم اشوفه. واحنا مش هنخلص من الموضوع ده؟ يا بابا انت كويس اهو، ما هتبان عليك ليه بس؟ يا بابا من الدار مستريح، ايه اللي خرجك؟ يا بابا انا عارف ان انا غلطان. فكرة يا ابويا ولازم تسلمني. هو فاكر زمان يا بابا، فاكر زمان لما كنا بنلعب انا وانت. أنا لسه عند بابا. لازم دلوقتي
طيب انا جاي. خلاص قلت جاي. باي. بابا انا كنت عايز اقعد معاك في وقت اطول، بس واضح ان انت مش عايز تتكلم معايا، وانا هبقى اجيلك وقت تاني. ربنا يقومك لينا بالسلامة. سمحتي. خلي يكون معاك، لو احتاج اي حاجة هاتيها له. هو حضرتك مسافر؟ مسافر؟ تقدر. لو سمحت يا بنت هاتي لي ورقة وقلم. حاضر. دي المحامية بتاعتي. ابني العزيز، أحببتك أكثر من نفسي. كانت أسعد لحظات حياتي هي اللحظات التي أدخل عليك غرفتك وأنت صغير، وأنا عائد من عملي ومعي لعبة القطار التي تحبها أو مجموعة الحلويات التي تشتاق إليها. كانت أسعد لحظاتي عندما علمتك السباحة. كانت أسعد لحظات عندما أخذك معي عملي وكنت تقوم بتمزيق أوراقي الخاصة وكنت أبتسم لك. كانت أسعد لحظات حياتي هي عندما أعطيك كل ما في جيبي لتشتري به كل الملابس التي تريدها، وأنا أنتقل من مكان لآخر بحذاء ممزق. أنا الآن لا أعايرك بل أكتب لك ودموعي تتساقط مني حزنا على نفسي. لم أكن أتوقع أن نهايتي لم تكن في حضنك وأنت من تقوم بتكفيني. إنني أحبك وما زلت.